قتلت زوجها لأنه عرف إنه الولد مش ابنه. السلام عليكم. قصتنا اليوم من اليمن سنة 2005، من عدن وتحديدا من منطقة صلاح الدين، عن رجل اسمه عبد القادر، متزوج من وحدة اسمها وردة، وعنده منها ولد وبنت. البنت عمرها 16 سنة والأصغر عمره 12 سنة. عبد القادر بيشتغل بإحدى الدول العربية، بغيب 3 4 أشهر، أحيانا بغيب سنة سنة وشوي، وبرجع على بيته. بيوم من ذات الأيام لما كان عبد القادر موجود ببيته، فاجت مرته وردة قالت له: الله يخليك يا عبد القادر، أنا تعبانة. قال لها: خير، شو مالك؟ قالت له: الظاهر إنه جايتني الدورة، خليني أروح عند مرت صديقك سالم. قال لها: مش مشكلة، يلا خليني أخذك. المهم أخذها ورجع بعد شي ساعة ساعتين على هالبيت هو ومرته، وقعد له 3 4 أيام، وسافر عبد القادر على هاي الدولة. تغيب الأيام والأشهر حوالي 4 5 أشهر، وبتتصل فيه وردة. طبعا هن ما عندهم، لا بالبيت ما عندهم تلفون أرضي ولا جوال، كان عندهم محل جنب البيت اللي ساكنين فيه، بتروح تتصل بعبد القادر: مرحبا يا عبد القادر. قال له: أهلين. قالت له: راح ابشرك. قال لها: خير، طمنيني شو في؟ قالت له: اجاك ولد. قال لها: ها؟ قالت له: ايه اجاك ولد، شو في؟ قال لها: يا بنت الحلال، الولد مين؟ وين؟ ما انا مسافر. كيف؟ قالت له: شو كيف؟ قال لها: طيب ما هديك المره وديتك عند مرت صديقي سالم وقلت لي انه جايتك الدوره. قالت له: لا لا لا، هاي انا كنت حامل ومش عارفه وصيبني نزيف. قال لها: يا بنت الحلال، طيب انا هلا هو عبد الله عبد القادر كان قبل ما تخبروا مرته انه مريضة، كان قبل كمان 3 أشهر موجود. يعني حسب بعد ما سكر الخط معها صار يوسوس له الشيطان: معقولة أنا أشك بمرتي، مرتي الشريفة العفيفة اللي بحياتها ما غلطت ولا غلطة معي، معقولة تخونني؟ بعدين يقول: يا أخ صحيح، أنا لما يعني مرتي قالت لي إنه تعبانة، كنت قبل 2 3 موجود يعني بمنطقة صلاح الدين. فصار الشيطان يلعب فيه لعب: معقول تخوني؟ لا مستحيل، ما بعرف شو. المهم بعد 2 3 قدر ينزل إجازة على منطقة صلاح الدين. راح لعند مرته وهو يوسوس وتعبان. قعد أول يوم شاف الولد، يا أخي هذا الولد لا بيشبهه ولا بيشبه مرته، وصار الشيطان يلعب فيه. لكن يفكر انه يطلقها، بخاف انه يكون ظالما للمخلوقة، يروح باخر شيء بيطلع بسواد الوجه. فبعد 2 3 ما عاد يقدر يستحمل نفسه، مسك مرته قال لها: تعالي يا ورد، اقول لك حبيبتي، ليك اسمعي، انا راح افتح معك موضوع وخايف تفهميني غلط. قالت له: خير، شوفي يا عبد القادر. قال لها: هذا الولد مش ابني. قالت له: شو عم تحكي؟ عم تتهمني بشرفي انا الشريف العفيف الكذا؟ قال لها: طولي بالك، فهميني، انا هذا الولد متاكد 100% مش ابني. ليكي صارحيني، وانا اقسم بالله العظيم لا راح افضحك ولا شيء، راح اطلقك وما راح اجيب سيره لجنس مخلوق. قالت له: لا هذا ابنك واقسم بالله، وبلشت تحلف وكذا. قال له: طيب خلص مش مشكله. لكن عبد القادر ما ارتاح، قال: لازم انا اشوف صديقي سالم ويحكي مع مرته. مزبوط، بوقت ما رحت انا ومرتي لعندها، كانت مرتي صيبه نزيف ولا الدوره. تاني يوم راح على بيت رفيقه سالم، دق الباب، طلعت مرته. قال له: مرحبا، انا عبد القادر. قالت له: اهلين اهلين خي عبد القادر. قال له: وينه سالم؟ قالت له: والله رايح على القريه، صار له يوم يومين ما بعرف قديش، اختفى وقال لي اتصل فيه وقال لي انه موجود بالقريه. قال له: ماشي. قالت له: بدك شيء منه؟ قال له: لا لا خلص انا رايح على القريه. المهم راح على القريه بدون ما يرجع على بيته، راح لعند اهله، طبعا هن من قريه واحده. راح لعند اهله، سلم عليهم، قعد له 2 3 وراح لعند اهل سالم: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لهم: سالم موجود؟ قالوا له: لا والله صار له 3 4 ساعات طالع. قال: شو عم تحكوا؟ قالوا له: ايه والله. قالوا له: خير، شيء بدك منه شيء؟ قال: لا والله خلص انا هلا راح انزل كمان على منطقتنا بصلاح الدين وبشوفه هناك ان شاء الله. زبط اموره وكذا وودع اهله ورجع على منطقة صلاح الدين. رجع متأخر حوالي الساعة 1 2، وقال يعني هلا الوقت متأخر، خلص بكرة ان شاء الله بشوفه لسالم. رجع على هالبيت. اول يوم تاني يوم مرته لسالم ما خبرته، كانت نسيانه، التهت بشغله وما خبرته. لكن بعد يومين قالت له: صحيح يا سالم، بدي اقول لك والله نسيت اخبرك. قال لها: خير، شوفي. قالت له: اجى عبد الله عبد القادر سأل عنك.
قال لها عبد القادر موجود هون. قالت له ايه والله. قال لها طيب. قلت له وقتها انه يعني موجود هو بالقريه، وقال لي خلص برجع، هو بيسافر لعندك وبشوفك. قال لي يا بنت الحلال والله ما اجى. قلت والله ما بعرف. قال حبيبي حبيبي عبد القادر والله من زمان ما شفته، اشتقت له. راح لعنده على هالبيت، دق الباب، طلعت له ورده. قال له وينه عبد القادر؟ قالت له والله عبد القادر صار له يومين ثلاثه مسافر. ولك شو عم تحكي؟ قال ايه والله. قال طيب مش مشكله. عبد القادر بجوز قال بجوز التهى الزلمه او اتصلوا فيه يعني مباشره من الدوله اللي بيشتغل فيها، او سافر بدون ما يودعني. اي يلا خير ان شاء الله بنستنى. اسبوع اسبوعين ثلاثه. هلا سالم متعود انه عبد القادر كل اسبوعين ثلاثه بتصل فيه. اول اسبوع ثاني اسبوع ثالث اسبوع ما اتصل. راح على المحل اللي بيتصلوا فيه بالعاده لعند عبد القادر. قال له الله يخليك اتصل شي عبد القادر فيك؟ قال له لا والله صار له زمان. هو رقم عبد القادر موجود مع سالم. اجى سالم دق تلفون واتصل على الشركه اللي بيشتغل فيها عبد القادر. السلام عليكم. قال له وعليكم السلام. الله يخليك ممكن احكي مع عبد القادر؟ قال له يا عمي عبد القادر صار له 3 اسابيع ما اجى لهوني، ونحن بصراحه قلقانين عليه يعني ما بنعرف هو وين موجود. قال يا جماعه انا باليمن موجود، وما الزلمه على اساس سافر لعندكم. قال لا والله ما موجود. عبد القادر عفوا سالم هون قلبه صار يغلي، حس انه صديقه بورطه او بمشكله. راح على هالقريه ويسال اهله لعبد القادر. قال لهم الله يخليكم عبد القادر صار له 3 اسابيع لا حس ولا خبر، حتى اتصلت فيه على دول اللي بيشتغل فيها وما موجود. قالوا له والله ما بنعرف، اجى لهون وسال عنك. قال يا جماعه انا قلبي عم يغلي غالي عليه، ممكن يا ابو عبد القادر يروح معي ولد من اولادك نطمن عنه؟ قال ايه مش مشكله. المهم راح اخوه لعبد القادر مع سالم ونزلوا على منطقه صلاح الدين، راحوا على بيت وردي، دقوا الباب طلعت وردي. قالوا لي يا وردة زوجك وينه؟ قال يا جماعة والله ما بعرف، صار له 3 4 أسابيع يا أخي، ما قلنا لكم ضب أغراضه وسافر. قال ماشي. قال له أخوه لعبد القادر، قال له ليك يا سالم أنت شايل السلم بالعرض، أخوي يا أخي بجوز سافر على صنعاء، بجوز التهى بشغلة، بجوز يا أخي الدولة ماسكيته بشغلة الله أعلم يا أخي. خلص أنا تاني شيء اسمع، عندي شغل بالقرية وأنا رايح، خلص اصطفل أنت، بعد فترة أكيد راح أبين أخوي، يعني شو بده يصير عليه؟ قال له مش مشكلة روح. لكن سالم ما اطمن، قال خلص اقسم بالله العظيم راح اراقب بيت عبد القادر، انا شاكك انه عبد القادر واقع بمشكله، بجوز يكون قاعد بالبيت عامل شي مشكله وقايل لمرته اي شخص بيجي لعندك على البيت قولي له انه عبد القادر ما موجود. صار يراقب على مده اسبوع اسبوع وشوي، شاف شخص بس تعتم الدنيا يفوت لعند وردي وما يطلع. اول اسبوع بده يفوت بالاسبوع الثاني، مسك هذا الشخص قال له بدي اسالك انت موظف؟ قال له ايه انا موظف بشركه الكهرباء. قال له مش مشكله. لكن اسالم قال هذا شو يعني شو بده منا؟ بعرف بيجوا بفحصوا الساعه وبروحوا، بس هذا عم بفوت يقعد له 4 5 ساعات ويطلع. والشيء اللي زاد انتباهه وخلاه يقلق كثير انه في شخص ثاني مع عمر هذا الكهربجي اسمه حمدي، مثل الحمار جدي وطول وكذا، ويجي كل ليلة مع عمر يفوتوا لعند وردي، يغيبوا 4 5 ساعات ويطلعوا. سالم قام وقال خليني اروح اشوف اراقبهم من خلف البيت. خلف البيت في سور بيت عبد القادر. طلع سالم على هالسور ولا يشم ريحة ميتين، وسالم بيعرف هاي الريحة لانه شامم قبل هالمرة. طار عقله، راح مباشرة سافر على قرية عبد القادر، مسك ابوه لعبد القادر قال له القصة 1 2 3 وانا شاكك انه ابنك عبد القادر بخطر. قال له لابنه روح مع سالم وشوف لي شو القصة. راح لعنده قعدوا هيك تاني يوم بالزاوية، ولا شاف عمر وهذا الشخص هذا مثل الحمار اللي اسمه حمدي فايتين على البيت. قال له سالم لاخوه لعبد القادر، قال له هدول الاشخاص بتعرفهم؟ قال له لا والله. قال له مش مشكلة تعال راح افرجيك شغلة تاني. قال له يلا قوم. راحوا هيك لعند سور البيت الخلفي. قال له لاخوه لعبد القادر، قال له اطلع على السور. طلع على السور ولا يشم ريحه. قال له شو الريحه اللي بتقرف؟ قال له يا حبيبي هاي ريحه جثه اخوك موجوده ومدفونه تحت السور.
قال له شو عم تحكي؟ قال له ايه والله. المهم راحوا جابوا سلاحهم واقتحموا البيت وشافوا المنظر اللي الله يعين الشخص اللي بشوفه. شاف عمر و... ووردي بالتخت عريانين عم يعملوا بونجا بونجا، وشاف هذا حمد اللي مثل الحمار عم يلعب على بنت عبد القادر. شو القصة؟ القصة لما اجى عبد القادر من السفر وصار يشك انه هذا الولد مش ابنه، راحت خبرت وردي عمر. كيف تعرفت عليه على عمر؟ هذا بيوم من ذات الايام عمر بيشتغل بشركه الكهرباء، فاجى عم بفحص الساعه، قالت له ليك وانغرمت فيه وانعجبت فيه وردي. قالت له اسمع لاقول لك، انا عندي مشكله كهرباء بقلب البيت، ممكن تيجي بعد الدوام لعندي على البيت تصلح لي؟ قال له مش مشكله، باجي لعندك وبصلح لي بكسب اجرتي. قالت له مش مشكله. المهم اجى المساء، راحت فوتت بنتها وابنها على الغرفه وقفلت عليهم الباب، وبلشوا من وقتها يعملوا البونجا بونجا. تروح الايام والاشهر وتكتشف وردي انه حامل، وشكت انه جوزها عرف، فخبرت عمر انه لازم نحن نتخلص من جوزي. قال لها ليكي انا ما عندي مشكله، بس ما راح اقدر لحالي، في رفيقي اللي اسمه حمدي هذا بصراحه معجب ببنتك، ممكن يجي معك؟ قالت له ليك اسمع، قل له لحمدي اذا بخلصني من زوجي، بنتي اللي عمرها 16 سنه ملك إله، اللي بده اياه يعمل فيها، المهم نتخلص من هالورطه. وهذا اللي صار. لما اجى سالم من القريه على هالبيت، اول ما فات على البيت ولا حمدي ماسك مطرقه وزن كليين ويضربوا على راسه لعبد القادر، ويوقعوا بالارض، ويجي يكمل عليه عمر ويدفنوه تحت السور. المهم خبر قوات الامن، قوات الامن اجت القت القبض عليهم وحفروا الحفره ولاقوا عبد القادر رحمه الله عليه جثه هامده بالقبر. حكموا عليهم بالموت بالرصاص، وتم اطلاق رصاص عليهم وماتوا. وهاي نهايه قصتنا صح قبل. بالنسبة للبنت والولد، بنت عبد القادر اللي عمرها 16 سنة والولد اللي عمره 12 سنة أخذوهم أعمامهم يربوهم، أما الولد رفض عبد القادر يربيه وودوه على ملجأ للأيتام عشان يتبنوه أحد العيال. وهاي نهاية قصتنا، ولا تنسونا من المتابعة والإعجاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.